في حكاية اتقالت في قرية صغيرة عن شيخ معروف كان بيعمل جلسات لصرف الجن. بس الجلسة اللي هنتكلم عنها دلوقتي كانت مختلفة تماما، وكانت آخر جلسة ليه. اللي حصل انهم جابوا بنت صغيرة كانت بتصرخ طول الليل، بتتكلم بصوت راجل وعينيها ما بترمش. الشيخ بدأ الجلسة، قفل الأوضة كويس وقعد يقرأ آيات معينة من القرآن ويقول أدعية بصوت عالي. فجأة البنت بدأت تضحك ضحكة مرعبة وقالت بصوت غريب: مش هتمشيني، أنا ساكن فيها ومن وهي في بطن أمها. الشيخ فضل يقرأ بصوت أعلى والجو اتقلب، نور الأوضة طفى والحيطان بدأت تتهز. الناس اللي برا سمعوا صرخة قوية جدا، ولما فتحوا الباب لقوا البنت مرمية على الأرض وبتعيط. بس الشيخ كان مرعوب، عينه بتترعش ولسانه مش قادر ينطق، ومن ساعتها وهو سايب الشغل كله. في ناس بتقول ان الجن اللي كان في البنت دخل في الشيخ، وفي ناس بتقول انه شايف حاجة عمره ما شافها قبل كده. بس اللي اكيد ان الجلسة دي ما كانتش زي اي جلسة.